السلام عليكم، عاملين ايه؟ من يومين اعلنت سامسونج عن موبايلين جداد بينافسوا بشدة في الفئة المتوسطة، وهما سامسونج ال A57 وال A37. والموبايلين جايين بتطوير كبير في الماتيريال المستخدمة في التصنيع ومقاومة الماء والغبار وسرعة وأداء المعالج. وده اللي خلى المنافسة بينهم شديدة، لكن مش أشد من المنافسة الموجودة في الفئة السعرية دي. فتعالوا نحط الموبايلين جنب بعض ونعرف كل واحد بيقدم ايه. طيب نيجي للسؤال المهم، فرق السعر بين ال A37 وال A57 $100. هل فرق السعر يستاهل الزيادة دي؟ طب انت هتاخد ايه بال$100؟ بس قبل ما نتكلم في الاختلافات خلينا نعرف هما متشابهين في ايه، خاصة ان الحاجات اللي زي بعض بينهم قوية بصراحة وممكن تفاجئ ناس كتير. بصوا كده، الموبايلين فيهم نفس البطارية الكبيرة، وكمان نفس الشاشة اللي سطوعها بيوصل ل 1900 نت، والاتنين محميين بالجوريلا جلاس فيكتاس بلس. وكمان الموبايلين مقاومين للمية والغبار بمعيار IP68. بس النقطة الغريبة والمهمة في نفس الوقت هي إن الموبايلين بيدعموا الشحن السريع بقدرة 45 واط، واللي منطقيا حاجة تستغرب لها لأنها أكبر من سرعة شحن موبايل سامسونج الرائد وهو ال S26 ألترا. وأخيرا تحديثات بتدوم ل6 سنين، تشمل تحديثات الأمان وتحديثات للنظام، ودي ميزة تقريبا ما بنشوفهاش في الفئة دي. لحد هنا نكون خلصنا ونبدأ أول جولة من جولات الاختلافات الحقيقية. وأول حاجة هي الشكل والملمس، هنشوف شكل كل واحد فيهم في الإيد وملمسه عامل إزاي. وأول حاجة هتحس بيها على طول هي الخامات. ال A57 الفريم بتاعه من المعدن والظهر من الإزاز اللي بيديك إحساس الخامات النظيفة وإن الموبايل ماسك نفسه. لكن ال A37 الفريم بتاعه من البلاستيك، أي نعم البلاستيك عملي وقوي، لكن مش هيديك إحساس البريميوم اللي موجود في ال A57. وده فرق هتلاحظه أول ما تمسك الموبايلين بإيد. كمان ال A57 سمكه قليل ورفيع جدا، يدوب 6.9 مللي، اللي بتخلي شكله شيك ومسكته مريحة في الإيد. الوزن كمان فيه فرق، ال A57 وزنه 179 جرام وال A37 196 جرام. يطلع لي حد يقول لي فرق ال 17 جرام ده مش كبير. طيب يا سيدي شكرا. هرد عليه واقول له ان فرق الوزن لما يتضاف على فريم من الالومنيوم وسمك اقل هتحس ان الموبايل اخف بكتير ومسكته احسن في الايد. خلاص سيبنا من الشكل الخارجي وتعالوا نفتح الموبايلين ونشوف العتاد الداخلي والمكونات اللي بتشغل كل حاجه. وقبل ما ندخل في الارقام خلينا نعرف حاجه مهمه، شريحه المعالج او اللي بنسميها البروسيسور او التشيبسيت هي مخ الموبايل بالظبط، هي المسؤوله عن كل حاجه من اول ما تفتح برنامج او تلعب لعبه او تاخد صوره، وحتى هي المسؤولة عن سرعة شحن الموبايل كمان. وهنا بنشوف الفرق الأساسي التاني، السامسونج ال A57 جايب المعالج الأجدد الإكزينوس 1680 المزود بغرفة تبريد أكبر، اللي معناه أداء أسرع وصور جودتها أفضل. وفي المقابل السامسونج ال A37 جايب الإكزينوس 1480. طيب الفرق في المعالج ده كبير، في الاستخدام اليومي العادي مش هتحس إن في فرق، لكن أول ما تفتح تاسك تقيل أو تستخدم كذا حاجة مع بعض أو تفتح كذا حاجة مع بعض هتحس إن في فرق، أكيد لصالح ال A57. وأخيرا الكاميرات في الاتنين تيبيكال، فيما عدا العدسة الألترا وايد. في ال A57 12 ميجا بكسل وال A37 8 ميجا بكسل، إنما باقي الكاميرات تيبيكال في الموبايلين. 50 ميجا بكسل العدسة الأساسية أو الكاميرا الأساسية، 5 ميجا بكسل كاميرا ماكرو ملهاش أي أهمية في 2026، و12 ميجا بكسل الكاميرا السيلفي. طب إيه الخلاصة؟ الخلاصة هتكون حسب رغبتك، يعني لو رغبتك في الإحساس البريميوم والأداء المستقر والوزن الخفيف الشيك، يعني عاوز التجربة كاملة ومش فارق معاك فرق السعر، اختار ال A57. أما لو رغبتك صفقة اقتصادية وبتدور على أعلى قيمة مقابل الفلوس اللي هتدفعها، خاصة إن معظم المميزات الجامدة اللي موجودة في ال A57 موجودة في ال A37، نفس سرعة الشحن، نفس الشاشة، نفس البطارية، ومع كل ده هتوفر $100. فلو كل ده تمام معاك اختار ال A37. خلي بالك إن الموبايلات دي زاد سعرها $50 عن السنة اللي فاتت، يعني ال A57 بقى $550 لأقل فئة، وال A37 بقى $450 لأقل فئة برضه. الموبايلات هيبدأ بيعها يوم 10 أبريل في الولايات المتحدة والمملكة، وإن شاء الله يتوفر في مصر قريب. وبس كده، أشوفكم في ريفيو جديد. سلام عليكم.